خد الفكرة واعمليها بكرة، نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هيا بنا نطبخ مع حنان. صباح الفل والهنا والسعادة على قلوبكم جميعا حبايب قلبي. بصلاية مبشورة، عصرة ليمونة، معلقتين خل، نص معلقة فلفل أسود، نص معلقة ملح، ودعكتهم كده. معايا فرختين فضلة خيركم بلدي، ده بلدي يكون اللي هو البلد الصعيدي، ممكن بلدي عادي اللي انت عايزاه. المهم هديك الفكرة وانت اعملي اللي انت عايزاه تعمليه. طيب تبلتهم كده بالبصلايه الاتنين وسبتهم على جنب، مش هركنهم ولا حاجه، عايزه تركنهم شويه اركنهم، بس انا هشتغل على طول مجرد بس نص ساعه. معايا نص فريك، اخدت الربع الاولاني اهو. اهم حاجه تنخليه كده بالمصفى، عشان انت لو في رمله ولا في حاجه ده ربع وده ربع. ده الفريك ده حلو قوي قوي قوي. اللي مش عايز فريك هقول لكم بديله ايه دلوقتي. غسلته ونقيته وهزيته كده ونخلته وهسيبه نص ساعه منقوع. طب دي الكبدتين والقنصتين بتوع الفراخ اللي انا كنت عاملاهم غسلاهم برده بالدقيق والليمون والملح زي الفل. معلقه سمنه بقى كده فوق، ونزلت بالكبدتين والقنصتين. عندك زياده عايزه تزودي اوكي، مش عايزه تحطي كبد وقوانص ولادك مش بيحبوها ممكن نعمله من غير كده خالص. طيب معلقه سمنه، نزلت بفلفل اسود وملح وبصلايه كمان، بصلايه بس مقطعاها ايه خشنه شويه، 3 فصوص توم مقطعاهم صغنه، والفريك نقحته نص ساعه ونزلت بيه وشوحته. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. نقحته. لو عايزه تسلقيه لا احنا هنزوده دلوقتي فلفل اسود وسبع بهار وملح وسيكه بس كده قرفه. تمام. حطيت نص معلقه سمنه كمان علشان يبقى ايه، يبقى دسم كده وحلو. نزلت بكوبايتين 2 ميه، ده نص كيلو فريك، نزلت بكوبايتين 2 ميه بيغلوا اللي هم كوبايتين الشاي. على اول ما تشرب كده على نار متوسطه ولقيته استوى كده وطرى معايا طفيت. عايزه ابرده بقى، برد هاخد حبه حبه كده وبردهم على ما يبرد شويه حطيته في الطبق. طيب بصلتين وطماطمتين ورق لورا وحبهان وفلفل اسود وملح، خلاص نقعناهم كده يجي نص ساعه في البصله كده، خدت ودت معاه واديتها طعم حلو. ادت الفراخ البصلايه ده بالفلفل الاسود بالملح اديتها طعم حلو. هنحشي بقى كل ما هبرد كده جزء احشي من جواها، احشيها بس ما تكبسيهاش قوي عشان لو عند الاجنحه، لو عند الوراك لما بتكبسيها قوي وهي بتاخد سوا ممكن تفرق. طيب يلا بنحشيها اهو بقى كله، بس انا حشيت عند الوراك كتير خدوا بالك. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله. اول ما الشوربه بتاعتنا غلت نزلت بالفراخ. الحله لقيتها مزنوقه كده شلت منها شويه للشرب. طب بتاخد قد ايه؟ تاخد لها ساعه، ساعه وربع، ممكن اكتر ممكن اقل، بس كل شويه ضيريها كده ولفيها كده عشان تستوي براحتها. الشوربه بتاعتها حلوه قوي قوي. اعملي بقى زي ما انت عايزه، اعملي بقى فيها كشك. انا هعمل ملوخيه، انا عامله معاكم الكشك قبل كده كشك المص. هعمل حبه ملوخيه خضراء. كانت عندي ملوخيه خضراء في الثلاجه وطلعتها فكت خالص. اهم حاجه الملوخيه تفك والشوربه بتاعتنا تكون بتغلي. نزلت بيها ونزلت بحبه فلفل اسود بس، وممكن سكه شطه كده بتديها طعم حلو.